غندون وتقرير نجاة بوتفسود. كامبيرين ضاحية العاصمة السنغالية دكار كانت على موعد مع حفل تدشين مصحة محمد السادس لطب العيون. المصحة التي أشرف على تدشينها العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس السنغالي ماكي سال ستوفر للمواطنين علاجا لداء الساد وعمليات جراحية لأمراض أكثر تعقيدا كأمراض المياه الزرقاء وانفصال الشبكية، ما يجعل منها أول بنية صحية من نوعها بهذه المنطقة. المصحة المزودة بأحدث تجهيزات تتوفر على قاعات للفحص والتشخيص وأجنحة للعمليات وجناحا للتعقيم ومصالح للخدمات الاستشفائية، إلى جانب مركز لتكوين أطباء بلدان غرب إفريقيا وقاعات للمؤتمرات والندوات. إنها ثمرة الصداقة بين السنغال والمغرب. المصحة تقع في منطقة مأهولة بالسكان حيث يوجد عدد من الأشخاص المعوزين. هذا سيحمل الكثير لنظامنا الصحي. أود أن أشكر العاهل المغربي وأن أقول إن غرف العمليات والأسرة وكل التجهيزات التي تتوفر عليها المصحة ستكون في خدمة سكان السنغال. وبإمكان مصحة محمد السادس لطب العيون بدكار التي أنجزتها المؤسسة العلوية للتنمية البشرية المستدامة إجراء نحو 50,000 فحص في السنة، كما ستكون إطارا ملائما لتنظيم حملات طبية لفائدة الساكنة المحلية المحتاجة. المصحة كتشتغل بواحد الفريق طبي اللي هو مداوم بالسنغال، وغتستقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم حملات دوريه منتظمه للقيام بعمليات جراحيه لصالح المعوزين هنا في السنغال. أشرف العاهل المغربي أيضا على تدشين وحدة ويست أفريك فارما لصناعة الأدوية التابعة لمختبرات سوتيم المغرب، وحدة ستمكن من توفير أدوية جنيسة ذات جودة عالية للسنغال ولبلدان الاتحاد الاقتصادي والنقد لغرب إفريقيا. ستساهم هذه الوحدة في تطوير النسيج الصناعي لقطاع الأدوية بالسنغال من خلال نقل تكنولوجيا وخبرة مختبرات سوتيم المغرب. تشتمل الوحدة على جناح إداري ومستودع لتخزين المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف والمنتجات المصنعة، وعلى مختبر لمراقبة الجودة ووحدة لتصنيع الأدوية الصلبة، فضلا عن منطقة مخصصة لصناعة الأدوية السائلة. هذا المختبر بني على 2 هكتارات، مساحه ديال 2 هكتار، التمويل ديالو 90 مليون درهم، 90 مليون درهم تمويل كلي من المغرب. المشروعان يعكسان مساهمة المغرب في تقدم وازدهار الشعب السنغالي وإرساء شراكة استراتيجية متعددة بين الرباط ودكار، وأيضا في تعبئة جميع الإمكانات لتحقيق مزيد من أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الهشاشة والتهميش الاجتماعي.